السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد على قناة أطبخ وأذواق من مطبخي بمناسبة عيد الفطر. عيد مبارك سعيد. غنشارك معكم اليوم فيديو جديد إن شاء الله، جوج الأشكال: الهلالية بالكاوكاو وغريبة باللوز والزنجلان والبسكوي بودرة البنات. على بركة الله نشوفوا الشكل الأول. المقادير كيف كتشوفوا البنات باينة وواضحة قدامكم. البسكوي اللي البودره ديال البسكوي اللي غنخدم بها الحلوى الاولى هي بودره البسكوي صابلي. غادي ناخذوا البنات جوج او زلافه، هما جوج بنات باكيات كبار. الا طحنتوهم رقيقه البنات غادي يجيكم زلافه تقريبا. غادي ناخذوا اول حاجه، غناخذوا قطعه وغنديروا فيها 250 غرام ديال الزبده مارغرين، كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال الزيت، وكيس من السكر فاني. غادي ندلكوا البنات الزبده مزيان، ندخلوا فيها السكر والزيت والفاني مزيان البنات. هاد الغريبه البنات كتجي روعه، كتجي هائله، كتجي مقرمشه مقرمله ورطبه، لان فيها البسكوي، فيها اللوز، فيها كاس ديال النشا. البنات دابا كيف كتشوفوا ضفت كاس ديال النشا على الزبده والسكر سنيده الزيت والفاني، وكتجي البنات في نفس الوقت هشيشه. غندخلوا البنات النشا في الزبده ونمعكو في نفس الوقت البنات، نخلطوا ونمعكو باش نذوبوا الزبده. البنات ضروري البنات ما تطلقوها الزبده ما تطلقوها مزيان حتى تولي بنات بحال البوماد. هي واحد شويه كتمحن هذا المارغرين، ولكن هذه هي الطريقه ديالها باش ننجح معكم هذه الغريبه. ضروري كيف كنقولوا اللي بغى العسل يصبر لقريص النحل. ضروري واخا انا كتمحني هاد الزبده كنبغي نخدم بها حليوات بحال هكا. عندنا زلافه البنات ديال البسكوي صابلي، جوج باكيات ديال 2 درهم ونص، يكونوا مطحونين في الهاشوار، ماشي منيلين البنات تيوليو بودر، وانما غير مقرملين مطحونين رقيق. صافي كنجمعوها وندخلوها في المكونات، ونضيف زلافه البنات مخلطه ما بين زنجلان مغسول ومنقي ومحمر واللوز محمر بالقشره ديالو، حتى هو كنطحنوه رقيق وكنضيفوا المكونات. البنات الا جربتوا هاد غريبه غادي تشكروني عليها بزاف وغادي تحماقوا عليها، لانها روعه وغزاله بزاف. غادي نشكل منها جوج الاشكال، هي نفس العجين ولكن غندير منها شكيل بسكر كلاصي باللوزه، بقاو معايا البنات، وشكيل بالزنجلان ولوزه من الفوق. غنبدا البنات نضيف جوج خمارات او جوج اكياس خميره كيماويه اللي غادي نغربلهم، وغنضيف عليهم الدقيق الابيض. هاد الزلافه البنات كتهز 3 الكيسان ما عامرينش تقريبا ديال العنبه ديال الفورس. دابا انا درت 3 وغادي نضيف 3 وحدين اخرين هي 6 ديال الكيسان. ولا البنات الا كانت عندكم اي زلافه عبروا بالزلافه احسن. دابا الزلافه الاولى والزلافه الثانيه راه غتبداو البنات ملي كتبداو تخدموا العجين باليد احسن من العجانه، كتبدا هي نتوما غتبداو تعرفوا القياس ديال اللي خصكم تحبسوا فيه الدقيق. هي كتجي لينه كتجي رطبه، غير تكور لكم البنات وما تحاولوا ما تفرطوش في الدقيق باش ما تشققش لكم. من بعد البنات غنضيف زلافه ثالثه. هنا الزلافه الثالثه انا فاش عبرتها البنات بغيت باش نعطيكم الدقيق بالتدقيق العبار ديالو. هاد الزلافه حيت عندي انا كبيره هزات لي تقريبا 3 ديال الكيسان ديال العنبه ما عامرينش ديال الدقيق الابيض. يعني هنا دخلت 9 البنات، دخلت تقريبا 450 غرام ديال الدقيق. صافي كنجمعها البنات العجين مزيان. هنا غادي تبدا المرحله الحاسمه. ضروري البنات ما تجمعوا وتدلكوا، هي كتجي بحال الشكل، كتخدم بحال الشكل ديال الغريبه البهله. صافي غنبداو دابا نخدموا نمعكوا نجمعوا وندلكوا حتى تطلق هي العجين، تطلق الزيت ديال الزبده والزيت ديال الزنجلان والزيت ديال اللوز. صافي كنبقاو غاديين البنات بهذه الطريقه حتى نجمعوا العجين. البنات راه ساهله ودغيا كتجمع، ما تخافوش منها، غير سمعتوا دليكو تخافوا، ولكن ضروري كتبغي شويه ديال الخدمه. صافي كنستمروا، الطريقه راه ساهله. شوفوا كيف كندير، الطريقه راه ساهله البنات بزاف وغادي تنجح معاكم 100% وغتجي غزاله البنات، غزاله. وغادي تشكروني وكنعاودها ونعاودها غتشكروني عليها لانها كتجي فنه وكتجي لذيذه. كيف ما شفتوا البنات بعد ما كورتها تكورات
ولكن زدت دلكتها واحد شويه. صافي غادي نجمعها. مني كتجمع لكم بهذه الطريقه بحال الشكل ديال الغريبه البهله. صافي كنوضعها نكور المره الثانيه. ملي تكورت ليا صافي غادي نغطيها ببلاستيك غذائي كيف كتشوفوا، وغادي ناخذ هنا زلافه ديال الزنجلان الابيض وزلافه ديال البياض بيضاء مضرب مزيان. غادي نحط البنات الكويره القياس اللي بغيتو، من الاحسن انها تكون كبيره. انا كتعجبني غريبه يكون الحجم ديالها كبير. كنفند الوجه ديالها في بياض البيض ثم في الزنجلان الابيض ونحط في اللاطه اللي غتدخل الفران. بنفس الطريقه كنبقى غادا نقسم العجين على نصفين باش نتفادى البنات يجوني شكيلات قد صافي. وكنبقى البنات نكور، نوضع في بياض البيض الزنجلان الابيض ونوضع في اللاطه. نكمل الشكل الاول كامل بنفس الطريقه. بقاو البنات مستمرين ما تمشيو فين، غتبقاو نشارك معكم البنات هذا الشكل والشكل الثاني ديال النصف الثاني من العجين. والشكل الواعر البنات هو الهلاليه بكاوكاو معشوقه الملايين واللي دايره البنات ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي. عافاكم البنات ما تمشيو فين، بقاو حتى تكملوا معايا الفيديو. ضروري ما تشوفوا الهلاليه بكاوكاو. صافي البنات بعد ما كملت الشكل الاول كناخذ الشكل العجين ديال الشكل الثاني، نكور نفس الكويره ونفس القياس ونوضعها البنات في السكر كلاصي نيشان، لا بياض البيض لا حتى شي حاجه. كنوضعها بهذه الطريقه، كنمرغدها مزيان البنات. اللي بغيتوا هذه الغريبه تنجح معكم ضروري البنات ما يكون سكر كلاصي، يكون سبيسيال. لا فالبنات في هذه غريبه ولا غريبه ديال السميد والكوك ولا ضروري ملي كتفندوها من الفوق وكيكون سبيسيال كتجي ناجحه. ما علينا البنات. صافي كنكمل الكويرات كيف كتشوفوا، نمرغدهم مزيان في سكر كلاصي نوضع في اللاطه. صافي تنكمل العجين كامله ونرجعوا باش نزينوهم باللوز كيف كتشوفوا البنات. غادي نوضع اللوز في هذاك بياض البيض اللي بقى ليا من الشكل الاول ديال الزنجلان الابيض. علاش البنات قلت لكم انه ضروري خصو يكون في بياض البيض باش ما يتلاحش لكم اللوز. بعد ما كملت شكيلات بجوج كيف كتشوفوا، انا راه عاودت لكم في الفيديو الاول ديتهم الفران ديال الزنقه. ومرحبا البنات، شوفوا كيفاش جات مشقه ومقرمله ومرمله ورطبه. واخا انايا ما نشكر لكم، من الاحسن انكم تجربوها ضروري البنات. وما تنسوش تدعموني بلايك وبتشجيعاتكم وتعليقاتكم. نخليو البنات الشكل الاول جانبا وندوزو باش نحضروا الشكل الثاني اللي هو الهلاليه بكاوكاو. البنات غناخذوا قصعه وغادي نضيف ليها 250 غرام ديال الزبده تكون مارغرين بحراره المطبخ البنات باش ما تعذبكمش، لانها كانت قاصحه كتضر بزاف في الايد. نضيف القليل من الملح وكيس من السكر فاني. البنات هاد المقادير ضروري ما تسجلوهم وما يبقاوش يخطاوكم، لانها كتجي غايه في الذوبان وغايه في الرطوبه وزوينه بزاف. غنضيف المكونات 2 كيسان البنات ديال سنيده، الكاس الاول ثم الكاس الثاني كيف كتشوفوا. كيسان البنات ما يكونوش عامرين لان غنديروها عاوتاني في سكر كلاصي. وغنضيف البنات 2 كؤوس ديال زيت المائده، الكاس الاول ثم الكاس الثاني. البنات ضروري ما تسجلوها، راه غتعجبكم بزاف وانا متاكده وناجحه البنات 100%. من بعد كندلكوا البنات الزبده والمكونات مزيان. هنا البنات عندي نص كيلو ديال كاوكاو اللي حمرته مزيان بالقشور ديالو وطحنته كيف كتشوفوا. غادي نضيفوا المكونات وندخلوا مزيان. البنات كاوكاو ضروري ما تحمروه مزيان، ماشي البنات حتى يتحرق، وانما من تشدوه بين الاصابع تلاح لكم القشره ديالو، يعني راه محمر مزيان. ضروري البنات باش ما يعطيكمش البنه ديال الخضوريه ديال الكاوكاو في الحلوى. انا كنعطيكم هذه الملاحظه وكنعاودها.
كندلك البنات الكاوكاو والزبده والمكونات مزيان، وغادي نضيف تقريبا كيلو البنات قد ديال الدقيق الابيض. غنبدا نضيفو تدريجي بشويه بشويه حتى نجمعها. البنات الا اختلف الدقيق ماشي بزاف البنات، اما كيتنقص اما كيتزاد، ولكن بواحد النسبه اللي هي قليله، اما على كيلو وشي حاجه اما كيلو ناقص شي حاجه. هذه خذوها من عندي نصيحه، كتهز كيلو ديال الدقيق. كندخلوها البنات مزيان في العجين، وكنبقاو البنات غاديين دابا هذا في الزلافه الثانيه. ندخلوها البنات مزيان في المكونات. انا قلت لكم البنات كتهز كيلو. كنبقاو البنات نديو في العجين صافي، ندخلو فيها الدقيق مزيان حتى كتولي تشكل لينا البنات هلال بدون تشقق. البنات كتجربوه هو الاول، عاده تكملوا واش العجين بقى خاصه الدقيق ولا ما خاصاش. ضروري البنات نتوما كتعجنوا مره كتشكلوا هلال باش تعرفوا بان العجين صافي اصبحت جاهزه. صافي كنجمعها في الوسط كيف كتشوفوا ونشكل بها هلال. الا تشكل ليا البنات وكان رطب ملس وما مشققش صافي كنبداو طريقته البنات سهله بسيطه بزاف. ناخذ حربول ونقوسوا البنات شكل او الطريقه ديال الشكل ديال الهلال والطريقه ديال الكعبه تماما. صافي كنستف اللاطه اللي فرشت فيها ورق الفرن وكنلصق وحده مع وحده البنات. ما تخافوش راه ما كيتشقق ما كيتفرقع ما كيتشتت، لان ما فيش الخميره. كيف ما كتوضعوه البنات كيبقى صافي. وكنبقى غادا حتى نكمل العجين كامله. غنرسلهم البنات الفران ديال الزنقه كيف قلت لكم، ما نطيبهمش في الدار. شوفوا البنات بعد ما كملتهم كاملين ونتلاقاو فاش يجيو من الفرن. هنا البنات شوفوا البنات الهلاليه بعد ما خرجناها او بعد ما جبتها من الفرن. ضروري البنات وهي ساخنه كنفندوها في سكر كلاصي اللي قلت لكم في الاول ضروري ما يكون سبيسيال، لان النوع ديال سبيسيال كيجي في الحلوى رائع، لا من ناحيه التشققات لا من ناحيه التفناد البنات كيجي روعه. البنات شوفوا الشكل الاول غريبه ديال صابلي، شوفوا البنات شحال مرمله، وشوفوا الهلال البنات شحال رطب وكيذوب البنات في الفم. تشكيلات ديال الحلوى ديال الفيديو ديال اليوم كانوا ساهلين وبساط بزاف في المستوى. جربوهم وما تحرمونيش من اللايك من البارطاج من تعليقاتكم من تشجيعاتكم. عيد مبارك سعيد مسبقا. نلتقي في فيديو قادم مع طبق جديد يكون سهل وبسيط، والسلام عليكم.